كلمة دكتور محمد صلاح عضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن ندشن انطلاق سفينة 30 يونيو بإذن الله في وجود تنسيقية شباب الجبهة وشباب 30 يونيو للتأكيد على وحدة الصف الثوري ووحدة المطالب ووحدة الهدف، وهو الخلاص من هذه السلطة التي يعني ما حدث في خطاب ليلة البارحة يدل على العقلية التي تحكم مصر الآن. هذه السلطة ستودي بمصر إلى التهلكة. ما حدث ليلة البارحة من خطاب استعدائي من الرئيس ضد مواطنين مصريين وضد القضاء وضد كافة مؤسسات الدولة لا يدل إلا أن هذا الرئيس لا يمت المصريين بصلة. هو رئيس لجماعات فقط، هو مندوب لمكتب الإرشاد في قصر الاتحادية. اليوم نحن نقولها للعالم أجمع، نقولها للسفيرة الأمريكية التي تشدقت بأن هذه هي الشرعية في الشارع، الشرعية للمصريين يعطوها لمن يشاء ويسحبوها ممن يشاء. إن شاء الله موعدنا يوم 30 يونيو لكي نستعيد ثورتنا ولكي نحقق أهدافها اللي انطلقت يوم 25 يناير لتحقيق العدالة والحرية والكرامة الإنسانية. شكرا دكتور محمد صلاح الذي أكد أن التغيير مرهون ومعقود بإرادة الشعب لا بقوة خارجية أو أي مؤسسة أخرى، ولكن الشعب المصري هو الذي سيقرر ويرحل